السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل معاكم الرز باللبن. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنعمل طريقة الرز باللبن سهلة وبسيطة. هنعمل معانا الوقت ايه؟ هنحط المقادير بتاعتنا: كوباية ونص رز. انا حطيت كوباية ونص، كوباية بس الاولانية اللي جت معاكم، وانا ضفت كمان نص كوباية. هغسلهم غسيل حلو وحاجة احطهم على النار اهو. طلعت النار بتاعي وحطيتها عليه. هحط قد ايه ميه؟ هحط 5 أو 6 كوبايات ميه. هو بياخد ميه كتير. اول حاجه لازم اسوي الرز الاول في الميه. هعاير معاكم الميه اهو. ادا واحد هعدلكم بالكوبايه عشان تبقوا عارفين. ادا واحد، اتنين، كما انتوا شايفين اهو، 3، 4. 4 كوبايات. هسيبه يستوي وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. بسيبه يغلط لغايه ما يتهرى معايا خالص. هنرجع بقى بعد ما يستوي. رجعنا لكم اهو. جيت اشوف الرزايه بتاعتي لقيتها لسه ما جيت اشوف الرزايه بتاعتي لقيتها لسه ما جاتش للي انا عاوزاه. لقيتها لسه جامده تحت ايدي. لازم تبقى طريه خالص علشان اما اجي احط اللبن ما يشربش اللبن بتاعي كله. بسويه الاول في الميه. هزود عليه كمان كوبايه او كوبايتين ميه، بس لازم تبقى سخنه، ما تزودش ميه برد علشان الرز ما يكعكلش معايا. هزود كمان كوبايه او كوبايتين ميه سخنه واسيبه لغايه ما يستوى خالص. انا سيبته لغايه ما يستوى خالص وارجع لكم بقى واحنا بنحط عليه. اللبن بتاعي استوى خالص اهو. هحط بقى عليه. اتهرت معايا خالص اهو، يعني لسه فيها عضه بسيطه، بس العضه دي انا هسويها في اللبن. هيستكمل سوا في اللبن. هحط اللبن بتاعي كله اهو. دي كيلو لبن. هحط كيلو لبن واحط كمان شويه ميه. ما هيبقاش كله لبن عشان انا هحط له قشطه بقى كده هيعزز النكهه بتاعته كمان، القوام بتاعه. هحط له كمان شويه ميه. لا، الرز بلبن بالذات بالذات يعني حاجه يعني لازم تعمليه. اللي لازم تبقى واقفه جنبه على طول، عشان هو لو لطع من تحت وشاط كل سنه وانت طيب الرز باللبن كله باظ. لازم ايدك تبقى فيه على طول. انا هزود كمان شويه ميه على على الرز باللبن ده علشان هو لسه عاوز معايا. هحط بقى السكر بتاعك حسب الرغبة. انا ما بقيتكيش بالسكر بتاعك، انت بتحط السكر اللي انت عاوزاه لغاية ما تلاقي طعمه بقى مسكر معاكي. في ناس بتحبه مسكر قوي وفي ناس ما بتحبوش مسكر قوي. انا بحبه في الوسط، يعني في المعقول، ما هوش لا مسكر قوي ولا عادي. انا بقى بقعد اقلب فيه. انا ما بحطلوش نشا خالص. انا بسيب الرز بتاعي لسه فيه عضه بسيطه زي ما انا قلت لكم. بسيبه يكمل بقى سواه وينزل النشا بتاعه في قلب الرز بلبن. ما بحطلوش نشا خالص. النشا بيديله بيخليه مكعكل كده، ما بيخليش كريمي وطري. اني اهو. دي المرحله التانية بتاعته اهو. يغلي بدأ يغلي. ايدي فيه ما بسيبوش. هتلاقي القوام بتاع اللبن بتاعك تفضلي تقلبي لغاية ما تلاقي القوام بتاع اللبن بتاعك تقل. شوفي اللبن بتاعي لسه خفيف اهو. لسه برضه هقعد اقلب فيه لغاية ما الرز بتاعنا ينزل النشا بتاعه والقوام بتاعه يدينا قوام كريمي، قوام كريمي حلو. هفضل اقلب في ايدي فيه على طول، ما تشالش منه خالص، علشان لو لطع زي ما قلت لكم. لسه القوام بتاعه اهو بدأ يتقل سني معايا هنا. وقشطه اهي هروح حطها عليه. ما عندكيش قشطه يعني احسن تحط معلقتين استغفر الله العظيم يا رب، معلقتين كريم شانتيه. بس وش اللبن دي قشطه بتاعت وش لبن عادي كانت عندي في التلاجة. وتحطها بقى بتديله قوام كريمي جميل. وبتبقيش عاوزه تحط له النشا. طعم النشا بيبقى فيه ما هوش حلو عشان هو الرز بنزل النشا بتاعه وتحط له كمان نشا. فده وده بتديله طعم جامد كده. بتلقي الرز بلبن جامد كده مكعكع اهو. بدأ بقى الجميل معايا وتقول. انت بتنزليه خفيف سنه بسيطه علشان هو ما بتحط في الاطباق بيتقل شويه. شوف القوام بتاعه خفيف عن المهلبيه شويه عشان الرز لسه هيجمد في قلبه ما تيجي تحطيه في الاطباق وتحطيه في التلاجة. ما شاء الله اهو. يعني حاجات سهله وحاجات بسيطه وهتفرحي بقى اولادك. وغذا وصحي ومفيد. يعني اللي ما بياكلش اللبن هياكلوا فيه، اللي ما بيشربش اللبن قصدي هياكلوا فيه.
هنجيبه بقى اهو. طول ما انت بتيجي تعمليه تطفنا عليه، هتحطي بقى كل ما تيجي تقلبيه وتيجي تغرفي تقلبيه علشان الرز بيبقى راسي تحت. هنغرفه في الاطباق بتاعتنا، اي اطباق بقى عندك كبيره صغيره وسط زي ما انت عاوزه بقى تحطيه في طبق كبير او في صينيه بريكس كبيره وتدخليه تحت الشوايه ياخد لون ماشي، بس احنا ما بنحبوش كده. بس انت لو عايزاه ياخد لون بقى بيبقى طعمه حلو برضه، ما بيبقاش وحش. هغرفه في اطباق، شو لا لو عاوزه تغرفه في اطباق كبيره انا هغرف في اطباق كبيره واطباق صغيره، انت بقى وبراحتك. تحطيه بقى تسيبيه لغاية ما يهدى شوية، وبتحط في التلاجة بيبقى جميل. تسحبي منه بقى على الفطار، تسحبي منه على العشاء، جالك ضيوف بتقدميه. انا غرفته كله اهو، ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة، يعني كوباية ونص رز وكله لبن ومعليهم كوباية مية او مج مية. ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة، مش كمية قليلة. وكمان انا غرفة في اطباق كبيرة، لو انت غرفت في اطباق صغيرة هيرمي معاكي كتير اهو. عايزه تزوقيه بقى بجوزة هند، بزبيب، بالحاجات اللي انت عاوزاها اعملي. بس انا حاطه شويه من ده وشويه من ده، في ناس ما عندي ما بياكلوش بالزبيب وجوزة الهند. اما يبرد بقى كده بتروحي انت حطاه في التلاجة يشمع شويه ويجمد معاكي شويه. وهوريلكوا بقى منظره وهو طالع من التلاجة جامد وحلو اهو. بعد ما قعد في التلاجة ساعتين، شوف القوام بتاعه، من غير ما حطيت نشا ومن غير ما حطيت اي حاجه، نزل كل السوائل بتاعته اللي هي نشويه، الماده النشويه اللي فيه مسكت الرز بتاعي واللبن. يا رب يكون الفيديو بتاعنا بيعجبكم وينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.